اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفه جديده. وصفتنا ديال اليوم غادي تكون عباره على رغيف معمرين بحشوه ديال الدجاج والبصله، تيجيو لذاذ بزاف، طريقه سهله وحشوه لذيذه. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للعجين هاد المره ما شاركتش معكم بطريقه سبقيه، ديجا كنشارك معكم العجينه ديال المسمن اللي كيعرفها اي واحد، راه سهله بزاف. عندي هنايا غير 250 غرام ديال الفورص، تقدروا ديروا حتى نص كيلو، المهم على حسب الاشخاص ديال اللي كاينين عندكم يعني في البيت. مع قبيصه الملحه، وجمعت العجين ديالي بالماء يكون دافي، دلكتها مزيان بيان سور وغادي نخليها ترتاح. بالنسبه لهنايا عندي اللوز، يعني كميه اللوز كتبقى تقدروا ديروا غير حفينه، يعني ماشي بالضروره تكون كميه كثيره، غير هو باش كيزيد واحد النسمه ديال مع داك الدجاج ومع البصله، كيجي لذيذ بزاف، كيعطينا بحال النسمه ديال البسطيله. بالنسبه لهنا المقادير ديال الحشوه، عندي جوج بصيلات متوسطين مشلضين، عندي هنايا ستر ديال الدجاج اللي قطعته طراف، عندي قزبرون معدنوس. بالنسبه لهنايا هذا الكاس فيه الزعفران الاحمر، درت عليه الماء طيب، مهم راني ما همرتش الكاس، تقريبا واحد نص كاس. بالنسبه للعطريه عندي سكرجبير وخرقوم، العطريه ديال البسطيله الا عندكم، والملحه والبزار كيبقى اختياري، القرفه يا بغيتو عويده القرفه ولا اللي مطحونه. كيف كتشوفوا هنايا خديت كاسخول غادي ندير فيها اولا مقله، غادي ندير فيها درت فيها شويه الزيت، غادي ندير البصله ديالي وغنخليها حتى طيح ليا تماما كيف كتشوفوا تولي على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف تقطعات ديال الدجاج اللي عندي، وهنا غادي نبدا نضيف العطريه اللي عندي. كيف كتشوفوا غنضيف سكنجبير وغنضيف الخرقوم والملحه، وكيف قلت لكم البزار كيبقى اختياري، ديروه الا بغيتو ديروه، ما بغيتوش ماشي مشكل. وهنايا عندي العطريه ديال البسطيله مع شويه القرفه. عطريه البسطيله هي كتبقى اختياريه، ماشي بالضروره انكم ديروها. صافي، وضفت هذاك نص كاس تقريبا ديال الزعفران الاحمر. غنخلي هادشي كامل يتشحر مزيان وتلبس لي العطريه في المكونات ديالي. نحط عليهم شي غطا وغنخليهم يتشحروا مزيان. غادي ندوزو باش نصايبو داك اللوز هنايا من بعد ما تقلى ليا، درت ليه طحنته، وغادي نضيف ليه شويه القرفه مع شويه ديال السكر الثقيل كيف كتشوفوا، وغادي نخلط هاد المكونات. كيف قلت لكم ماشي بالضروره يكون عندكم حتى اللوز، ممكن حتى كاوكاو حتى هو تحمروه اولا تقليوه، المهم اللي بغيتو. وكديروا عليه القرفه والسكر كلاصي، حتى هو كيف قلت لكم كيعطي واحد النسمه زوينه، بحال الا كيعطي هاد الرغيفات كيعطيو النسمه ديال البسطيله، يعني بحال الا كتاكلي البسطيله. صافي، هنا من بعد ما صايبت اللوز غادي نحطو جانبا وغادي نرجع للمقله. تقريبا راه طاب الدجاج ديالي والبصله كلشي طاب مزيان. غادي نضيف هنايا القزبر المعدنوس، تقريبا واحد معلقه كبيره بحال هكاك. صافي، كنشحر المكونات. هنايا ديجا من بعد ما خمرت لي العجينه ديالي درتها على شكل دوائر، قطعتها على شكل دوائر، المهم الحجم ديالهم يكون صغير بزاف كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. غنرجعوا للمقله ديالنا. هنايا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره عامره ديال العسل. العسل تقدروا العسل الحر ولا العسل العادي، المهم حتى هو كيعطي واحد التعليكه اولا الحشوه ديالنا، كيعطي واحد النسمه زوينه. هنا راه ديجا طفيت على المقله صافي، يعني ما كتضيفوا داك العسل حتى كتطفيو على المقله، كتحركوا مزيان، يعني كيكون باقا الحشوه شاده سخونيه، كتحركوا مزيان وكتخليوها تبرد واحد شويه. وبين ما ارتاحت العجينه ديالنا صافي، هنا غنبدا نقاد في الرغيفات ديالي. غنسرح الكره ديالي مزيان على سطح العمل. صافي، هنا من بعد ما سرحتها غادي نضيف واحد المعلقه ديال الحشوه الوسط ديال العجينه، وغادي نضيف اللوز ديالنا حتى هو تقريبا معلقه كبيره، تكون ما عامراش، المهم عينكم ميزانكم على حساب شحال درتو. كيف قلت لكم هنا غير باش كتحسوا بديك النسمه بحال الا كتاكلوا البسطيله، وكيعطيو واحد اللذه زوينين. تقدروا ديروا معلقه صغيره، ديروا غير شويه، معلقه كبيره، المهم على حسب الكميه اللوز اللي حمرتو واللي درتو. صافي، هنا غادي نبدا نجمع بحال الشكل ديال المسمن تماما. هنا ضروري راني ذوبت شويه ديال الزبده وخلطتها مع الزيت النباتيه وحاطه حدايا باش كنبقى ينفوا تنبدا نقرص. كان
كندير شويه الزيت والزبده في العجينه ديالي باش كتسهل عليا انها تسرح. صافي كيف كتشوفوا هنا غادي نعاود ناخذ كره واحده اخرى وغادي نسرحها بنفس الشكل، وغادي نعاود نوضع فيها هاد العجين هادي. ماشي مشكل الا تقبت لكم شويه اولا، يعني كيف كتشوفوا هنايا راه كتبان العجينه شويه تحلات ليا، ماشي مشكل انه مازال غادي ديروا عليها يعني الطبقه الثانيه ديال العجين. هنا عاودت معكم واحده اخرى. كيف كتشوفوا سرحت العجين، غنوضع الحشوه، غنوضع شويه ديال اللوز صافي، وغادي نجمعها بحال الشكل ديال المسمن. هنا من بعد ما كملت الرغيفات اللي عندي، خديت بابي كويسون سرحته على اللاطه ديالي. ديجا الفران كيسخن، حطيت الرغيفات ديالي، حاولت انني نسرحهم شويه بيديا يعني ما نخليهمش منفوخين. درت شويه ديال صفار البيض، غادي ندهن يعني بصفار البيض الرغيفات ديالي صافي، وغادي نديرهم من التحت يطيبوا. من بعد ما يطيبوا من التحت نعاود نطلعهم للفوق باش يطيبوا. دائما الفران دابا ملي كنسخنو راه كنسخنو من الفوق للتحت. ملي كتبغي طيبي الا غتبداي بالتحت غادي تطفي الفوق وتخلي لتحت، ومني غتبغي طيب الفوق كتطفي لتحت وكتخلي الفوق. كيف كتشوفوا الشكل ديال الرغيفات ديالنا راه جاو لذاذ بزاف، والشكل ديالهم رائع. حاولت نزوقهم درت في هادو اللوز افيلي اللي حمرته شويه دهنتهم بشويه العسل، والاخرين درت لهم شويه ديال السكر ثقيل وزوقتهم بالقرفه ديالنا. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. نهاركم مبروك.